ليل نهار وعلى مدار الساعة تواصل هذه الجرافات إزاحة الثلوج الكثيفة من المحاور الطرقية بعدة مناطق بورزازات. جهود متواصلة للسلطات المحلية في محاولة لفك العزلة عن الدواوير المحاصرة بالثلوج الكثيفة. يتمثل دور هذه المصالح في إعادة فتح المسالك الطرقية، لا سيما المحاور الأكثر تضررا من موجة التساقطات الثلجية. وشهدت أقاليم ورزازات وزاغورة وتارودانت خلال اليومين الماضيين تساقطات ثلجية كثيفة وغير مسبوقة. كمية الثلوج الكثيفة لم تعرف هذه الأقاليم في السنوات الماضية، إذ فاق سمك الثلج في بعض الدواوير أزيد من متر. مشهد غير مألوف جعل العديد من الدواوير تعيش في عزلة تامة. وتتحدث الأنباء الواردة من هناك بتسبب الثلوج في انقطاع شبكات الاتصال والكهرباء عن مئات المنازل بالقرى النائية. وفي مواجهة هذا الوضع غير المسبوق الناجم عن سوء الأحوال الجوية، عبأت السلطة إمكانيات بشرية ولوجستية هامة، وتقوم فرق متخصصة تعمل بالتنسيق مع القطاعات المعنية بتسريع عمليات الإمداد بالمساعدات لفائدة الساكنة المتضررة. كما تعمل هذه الفرق أيضا على إعادة ربط هذه المناطق بالماء والكهرباء وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للسكان من خلال توفير مساعدة إنسانية عاجلة تتكون من منتجات غذائية وأغطية. ويصف سكان هذه الدواوير الوضع بالخطير بسبب كمية الثلوج غير المألوفة وتدني درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.